ازيكم يا حلوين؟ في فيديو اليوم هنتعرف ازاي نبدأ بجلو اب من البيت. اذا استمريتي عليه لمدة اسبوع هتشوفي النتيجة بنفسك بدون تكاليف ولا صرف بزيادة. وقبل ما نبدأ متنسيش تضغطي على زر اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل حاجة جديدة بنزلها. ويلا بينا نبدأ. لو انت من الناس اللي حابة تطلع من اجازة الصيف وتكون بشكل تاني، تابعي الفيديو واحفظيه عندك. اول حاجة هي السكين كير. السكين كير منقسم لحاجات كتير، وهنبدأ بأول حاجة الشعر. لو عايزة شعر صحي وطويل ونضيف فاتبعي الوصفة دي. ماء الرز، بعد ما تغلي الرز صفيه وحطي المية بتاعته، حطي منها على فروة راسك وهتشوفي النتيجة من اللمعان لشعر صحي وكثيف وجميل. وبعدين اشطفيه بالمية وحطي اي شامبو بتستخدميه عندك لنوع شعرك ومناسب لشعرك، اغسلي بيه شعرك. اي حمام كريم او بلسم عندك وبرضو اغسلي بيه شعرك. وطبعا اغسلي بيه شعرك كويس جدا. طبعا حطيه على شعرك لمدة اللي مكتوبة على العبوة اللي انت بتستخدميها. وبعد كده سرحي شعرك وحطي عليه اي سيرم اي كريم اي اويل انت بتستخدمي لشعرك ومناسب ليكي وانتي ضامنة انه هو كويس، واي عطر للشعر وبس. وبكده تكوني ضمنتي شعر نضيف وصحي طول الوقت. تاني حاجة في الجلو اب هي الماء الديتوكس لبشرة نظيفة وجسم صحي ونظيف من الداخل. طبعا الفوائد بتاعته هتتكتب لك كلها على الشاشة، اقرأيها وهو مفيد جدا يا بنات للبشرة وكمان للجسم من داخله. اول حاجة هنحتاج مية دافية وشرائح من الخيار والليمون والنعناع وايضا الكرفس لو عندك. اشربيه لمدة اسبوعين وهتشوفي النتيجة بنفسك. تاني حاجة عايزينها مقشر طبيعي للشفايف عشان شفايفك تكون جميلة ومش جاف ابدا ولا متقشرة، عايزين شفايف صحية وجميلة. طبعا هاتي كل المكونات المكتوبة عندك واستخدميها مرتين في الاسبوع وهتشوفي نتيجة هايلة. تاني حاجة عايزين شفايف ناعمة ووردية، فهنستخدم تنت جميل جدا للشفايف من البيت يوردها ويخليها طبيعية وصحية. أول حاجة هنجيب الشمندر وزيت اللوز الحلو، زيت الأركان أو زيت زيتون، ونتركها 10 دقايق على الشفايف. وبكده هتحصلي على أحلى وأجمل وأنضف تنت في البيت بدون أي فلوس وبدون أي تكاليف ومنتجات من بره. تالت حاجة من السكين كير وهي الضوافر. محناش عايزين لا ضوافر متقرقدة ولا متكسرة ولا صغيرة وقصيرة جدا، فهنستخدم وصفة لتطويل الضوافر وتقويتها. طبعا بتعمل على تقوية الأظافر جدا جدا. أول حاجة عايزين توم مفروم ومعلقة زيت زيتون، تمام، وكمان زيت جوز الهند معلقة منه أيضا أو نصف لو حسب الكمية اللي عندك. وكمان نص معلقة ملح وليمون. الليمون جدا بيساعد في تطويل وتنظيف الأظافر. وافركي بيها ضوافرك جيدا جدا جدا جدا، واستخدميها لمدة 3 أو 4 في الأسبوع وإن شاء الله تشوفي النتيجة. وطبعا الرياضة يا بنات، الرياضة في الجلو اب جدا جدا مهمة، وأول نوع من أنواع الرياضيات المهمة البيلاتس. وتاني نوع كمان موجود على اليوتيوب اسمه تمارين كازوها لتنحيف وتشديد الخصر، وأيضا تمارين نيكولا. طبعا أنا حطلكوا جميع الأنواع الجميلة والصحية للجسم للرياضة. وكمان ما تنسوش ان انتوا كمان تعملوا روتين الليلي بتاعكم لبشرتكم، وتستخدموا كل السكين كيرز وكل الحاجات اللي انتوا بتستخدموها لبشرتكم من كريم، وتاخدوا شاور وتستخدموا المنتجات اللي احنا قلناها. وكمان يا بنات
لو انتوا عايزين مقشر او نوع مقشر نعمله في البيت اكتبوا لي في تعليقات، وان شاء الله هقول لكم في الفيديوهات الجايه. واستخدمي كل الكريمات والزيوت اللي انت بتستخدميها لبشرتك ولشعرك قبل ما تنامي. وبس كده يا بنوتات، تصبحوا على خير، وما تنسوش تضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه وتكتبوا لنا في التعليقات عايزين ايه الفيديو الجاي.